دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل بقى ونشوف الجزء العملي. طبعا احنا بنرحب معانا ابراهيم ومعانا محمد، اتنين من اشطر الفنيين اللي حضروا معانا التدريب المره دي، وهيخلونا نتفرج عليهم وهم بيشتغلوا عملي وبيطلعوا لنا شغل زي الفل بمنتجاتنا. احنا هنشتغل في التلميع بشامبو الاحجار. شامبو الاحجار يا اما بناخد ربع كيلو منه ونحطه على 5 لتر ميه، ويفضل تكون الميه بتغلي، يعني يبقى عندنا كاتل كده ونسخن. طيب انا في موقع وما عنديش كاتل والدنيا بنشتغل بالميه الساقعه عادي جدا، لكن احنا بنفضل الميه السخنه لان الميه السخنه بتساعد على تفتيح المسام وبتساعد معانا في حاجات كتير قوي. وبالنسبه للكميات بتاعه الاستخدام متوفره في النشرات الفنيه، حضرتك تقدر تطلبها بسهوله وتحملها يا اما من على الموقع بتاع الشركه او نبعتها لك من خدمه العملاء، مفيش ادنى مشكله. تاني خطوه معانا بتبقى بودره التلميع. وبودره التلميع لما بنشتغل بيها خلي بالك دي بودره اسمها تاسيس لمعه. اسمها ايه؟ تاسيس لمعه، غير البودره اللي هي منتشره والناس فاهماها واسمها الكريستال، ويقول لك اصل انا جبت الكريستال. بنقول تاني مفيش حاجه في الدنيا اسمها كريستال، مفيش خامه اسمها كريستال. اللي هيجيب خامه علميه موصفه اسمها الكريستال هياخد 1000 جنيه يا عم هديه. ماشي؟ وخلي بالكم عشان برضو مش هنقول كل الناس، في بعض الناس بيحط بودره رصاص جوه البودر بتاع التلميع دوت. خلي بالك بودر التأسيس ده خطير جدا ومضر جدا للصحه، بيعمل امراض خبيثه. صحتك راس مالك، ما تضيعهاش في كلام فاضي. فما كنتش تبقى شغال بمنتج انت واثق ان هو امن على صحتك وبيطلع شغل 10 على 10، ما تشتغلش بيه. الخطوه اللي بعد كده بنشتغل بالبولش الكريستال ميكس، تمام؟ وده بيدينا لحد اللمعه فوق المتوسطه. بعد كده بنفنش بسائل التلميع اللي بيوصلنا لاعلى درجه لمعه. وزي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي متابعنا ان اللمعه درجات، كل خامه وليها درجه لمعه. يعني انا لما اجيب جهاز اللمعه واحطه هلاقي ان في خامه بقدر اوصل ل 109، في خامه بقدر اوصل ل 118، في خامه بخش في ال 100 حاجه و20. كل خامه وليها درجه، فلازم وانا بلمع ابقى فاهم القصه دي عشان ما اجيش احط الجهاز واقول ايه ده ما جابتش ال 130. لا، ما هي لازم تكون الخامه هي بتوصل للدرجه دي. تمام؟ ده حاجه مهمه قوي. دلوقتي هنشوف ابراهيم ومحمد وهم بيشتغلوا معانا عملي ونشوف الدنيا ازاي. تابعونا وخليكم معانا.